تفتكروا ان everyone fits all دي جملة مشهورة قوي؟ فعلا كل حد في حياتنا بينفع يكون معانا في كل المواقف؟ خلينا معانا في حلقة جديدة من حلقات موزايك بعنوان الصداقة وأنواعها. خلينا نتفق مع بعض ان في الفترة الأخيرة عالميا الصداقة بقت في انهيار، وان يبقى حد صاحب صاحبه قوي ما بقتش موجودة، والعالم كله بقى بيئن من هذه النظرية ومش عارفين ليه. هل مثلا روتين الحياة هو اللي غير في الصداقة؟ ولا احنا بدأت ان قواعد ومبادئ الصداقة اللي اتربينا عليها ما بقتش موجودة دلوقتي؟ تعالوا كده نرجع مع بعض لوقت زمان واحنا في ابتدائي. لو حد كده من جيل الثمانينات والتسعينات يفتكر، كان في درس معروف قوي عن الصداقة وحقوقها. كنا دايما بنقول كده ان للصداقة حقوق، منها المبادرة بالمساعدة، كتمان السر، ستر العيوب. لو احنا جينا نشوف، هل دلوقتي بقى فعلا كل واحد بيبادر بكل ما عنده ان هو يساعد صديقه؟ هل فعلا بقى بيكتم الاسرار؟ هل فعلا بيستر العيوب؟ انا بقيت بحس ان في الوقت الاخير بقى كل واحد يعرف حاجة عن التاني بقى بيستغلها ضده في اوقات معينة. هو بيفضل شايل بس في الوقت اللي هو عايز يطلع اللي عنده ده بقى بيستغله، ودي بقت من اسوأ الحاجات اللي بتحصل بين اتنين. مرة واحدة تلاقي ان في اتنين كانوا مع بعض على طول حياتهم، يتكلموا مع بعض بالساعات ويقعدوا مع بعض في كل الخروجات، ومرة واحدة تيجي تسأل صاحبك ده يقولك لا كان صاحبي، ويعز عليا ان اقولك انه كان. دي من اسوأ الحاجات اللي بتحصل في الحياة. طب خلينا نتفق، هو انا ازاي اصلا احسن من صداقتي دي، او ايه اللي ممكن اعمله؟ في مبدأ مشهور قوي محتاجين ان احنا كلنا نتفق على نفس المبدأ ده، وهو no one fits all. يعني لازم نقبل في حياتنا ان الشخص اللي هو معاك او صديقك ده مش لازم ينفع معاك في كل الحاجات. طبعا تبقى محظوظ في حياتك لو كان الشخص اللي انت اخترته ده ينفع يخرج معاك، ينفع يسافر معاك، ينفع يعمل معاك شوبينج. لو ده ما كانش موجود عادي، ممكن نقبل ان ممكن يبقى في حد في حياتنا ينفع يعمل معانا شوبينج، بس الحد ده ما ينفعش اسافر معاه 3-4 ايام، ما ينفعش ابقى ببيت معاه، ما ينفعش يبقى هو ده اللي انا بحكي له على اسراري. ممكن ناس مختلفة تنفع لحاجات مختلفة، والمبدأ ده هيريح الناس كلها. طب الحاجة التانية، لو انا عايز يبقى عندي فعلا quality of friendship، يعني صداقتي دي يبقى فيها فعلا نوع من الجودة، لازم تبذل مجهود. عمر ما كانت الصداقة من يوم وليلة بتظهر فجأة بتلاقي واحد معاك فبتقول ان هو ده بقى صاحبي بالوقت. مفيش حاجة اسمها كده، يوم هتيجي على نفسك ويوم هو لازم يجي على نفسه. دي من الحاجات اللي ممكن تحسن عندك فعلا الصداقة. ونرجع نفتكر تاني المبادئ اللي احنا نسيناها، ان من اهم حقوق الصداقة المبادرة بالمساعدة، كتمان السر، وستر العيوب، لان دي اوحش حاجة، انك تبقى بتطلع الاسرار بتاعت صديقك او يوم ما يحتاجك انت ما تبقاش موجود. دي من اكتر الحاجات اللي ادت عالميا لانهيار الصداقة. لو كنتوا فعلا عايزين يبقى فيكم ريليشن شيب كويسة او فريندشيب بينكم وبين اصحابكم، لازم تعملوا ال3 حاجات دولت وتفتكروهم دايما: مبادرة بالمساعدة، كتمان السر، وستر العيوب.